امتى المريض يحتاج إلى زراعة قرنية؟ سؤال مهم بيجيلي كتير جدا، وهو امتى يا دكتور احتاج لزراعة قرنية؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده لازم نعرف ان القرنية دي هي الزجاج الشفاف الخارجي للعينين، واللي من خلاله بيدخل شعاع الضوء للعين وبينزل على الشبكية عشان يترجم الصورة في المخ. اي سبب بيأثر على شفافية الازاز ده بيؤدي الى حدوث عتامة، وبالتالي الزجاج الشفاف بيتحول الى زجاج معتم او مشبر لا يسمح بدخول الضوء بشكل جيد للعين والشبكية، وبالتالي رؤية المريض هتتأثر. وأشهر الأسباب اللي بتأثر على القرنية والرؤية هي طبعا القرنية المخروطية، وده بيبقى في المراحل المتأخرة من القرنية المخروطية اللي المريض وصل فيها لينا متأخر وما قدرناش نتعامل معاه بالطرق الأقل تدخلا زي التثبيت والحلقات مثلا. تاني سبب لعتامة القرنية هو قرح القرنية الناتجة عن إصابة القرنية بعدوى بكتيرية أو فطرية أو فيروسية، ومن ضمن الأسباب لقرح القرنية الاستخدام السيء للعدسات اللاصقة. أما بقى ثالث سبب للعتامة وهو تعرض القرنية لخبطة ما نتيجة حادثة من أي نوع زي خبطة بآلة حادة مثلا. كل الأسباب دي بتأثر على شفافية القرنية بشكل كامل، وبيبقى الحل الوحيد هو استبدال الزجاج المعتم ده بزجاج شفاف بيخلي الضوء يدخل مرة تانية بشكل جيد إلى العين وتحسن الرؤية مرة تانية.